السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل الفول النابت الجميل. حاجة كده بقى مفيدة كده في البيت وحاجة نظيفة طبعا. لازم نعمل كل حاجة بإيدينا علشان نوفر طبعا ولصحتنا. معانا بقى الفول يا حبايبي. الفول بقى جايبينه طبعا، منقيينه كويس وغسلينه ونقعناه يوم بكامل، نقعناه 12 ساعة. لازم الخطوة دي يا حبايبي عشان يتم الإنبات بتاعه ويبقى ايه فول نابت جميل جدا. وال هنا بقى هنجيب هنا معانا قماشة تكون نضيفة كده طبعا، أو فوطة مطبخ نضيفة، ونجيبها كده وبليناها وعصرناها قوي، وهنجيبها بقى ايه ونحطها في قلب الطبق بتاعنا كده. ونجيب الفول بتاعنا اللي منقوع طبعا زي ما قلنا 12 ساعة وننزل بيه. ونلف بقى كويس بقى الايه الفول بتاعنا، ونسيبه 3 ايام ونشوف يا حبايبي بعد كده. ورجعنا يا حبايبي بعد بقى يومين كده، شوفنا بقى ايه النبات بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، شايفين عامل ازاي بقى منبت وجميل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. هناخده بقى يا حبايبي نغسله كويس برضو تاني ونرجع له بعد بقى ما خلاص غسلناه كويس يا حبايبي، شطفناه كويس. هنحط بقى ايه حله معانا بقى تكون كبيره شويه طبعا، حطينا فيها بقى معلقه سمنه كده كبيره، نحط برضو ايه حبه زيت، معلقتين 3 كده. ومعانا هنا بصله كبيره، مقطعينها ناعم خالص صغير، هننزل بقى بيها كده. بسم الله. هندي البصله كده تتبيله يا حبايبي. طبعا انتوا عارفين النابت حاجه خفيفه، بتبقى حاجه خفيفه كده على المعده. شوربه النابت دي بتبقى مفيده جدا، حلوه ومستحبه كمان في فصل الشتاء، بتدفينا. حاجه خفيفه كده طبعا على المعده وصحيه جدا. هننزل بقى بالفول النابت بتاعنا اللي احنا منبتينه، نشوحه كده مع البصله. بسم الله ما شاء الله. طبعا يا حبايبي انتوا عارفين لما بنعمل طبعا حاجه بايدينا تبقى حاجه نظيفه ومضمونه، ومتاكدين ان احنا عاملينها طبعا ايه كويس عن الحاجه بتاعت بره، وهنوفر كتير طبعا. الاسعار انتوا عارفين انها زايده طبعا. هنا بقى معانا طبعا اساسي طبعا في شوربه النابت الكمون وكزبره ناشفه بقى ورشه فلفل اسمر. ننزل بقى بيهم كده بدون تشويحه معاهم عشان يدوا ريحه كده جميله، طعم جميل كده لشوربه النابت بتاعنا والنابت. هننزل بقى طبعا بميه سخنه، ونسيبه بقى كده ايه ياخد يودي مع بعضيه. مش هنضيف الملح دلوقتي. حابين تحطوا مكعب مرقه برضو كده. بقى نهدي عليه النار يا حبايبي ونتابعه عشان مش عايزين الفوله بتاعنا تبقى مهريه. ومعانا بقى ورق لورا طبعا لازم نحطه بقى نضيفه على الشوربه، مش عشان يعني مش لحمه بقى ما نحطلهاش كده وندلعها، لا لازم نحط لها بقى حاجات كده تبقى ريحتها جميله وطعمها يبقى جميل. كده خلاص
استوى يا حبايبي، ريحته بقت جميله جدا. هنحط له بقى ايه الملح بتاعه. نحط بقى ايه معلقه ملح كده. بسم الله ما شاء الله. خلاص كده يا حبايبي، هنعصر بقى، لازم طبعا عصير الليمون معاه كده. نعصر كده الليمون. الله على الجمال، الله على الجمال. حاجه كده ايه، جميل جدا وريحته تحفه. حابين بقى تعملوا بقى شندوتشات بالعيش البلدي والسلطه كده، وتحطوا فيها السلطه معاها براحتكم يا حبايبي. يا رب تعجبكم الطريقه. اشتركوا بقى في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واعملوا لايك للفيديو فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.